برحب بكل مشاهدينا مشاهدي بيت العيلة في ثاني فقراتنا، فقرة ثابتة كل يوم خميس هي فقرة فنية أو إبداعية. النهاردة معانا مطرب هيغني راب. طبعا عدد كبير من الناس يعرفوا راب وانتشر بشكل كبير في مصر مؤخرا، لكن تعالوا نتعرف على الراب، نتعرف على فكرته عنه، إيه اللي خلاه يتجه لهذا اللون من الغناء، هل هو أسهل ولا أصعب؟ خلينا نرحب بعمرو اليونسي، واحد من مطربين الراب في مصر. أهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. منورنا اهلا بيك يا وسعداء أستاذ. بوجودك معانا في بيت الله العيلة. يخليك، شكرا. ايه البدايه دي؟ هل شفتها اسهل ولا اصعب؟ ايه اللي عجبك في الراب عشان تغني راب؟ عجبني في الراب عامه دايما يقول لك عارف لما يجي يقول لك اليوم عدى بسرعه. مم. نفس الكلام، رتم الراب دايما سريع. مم. فالراب هو الاتجاه الوحيد اللي تلاقيه دايما تقدر تحكي في حياتك اليوميه كلها مم. عن طريق الراب. مم. كلام سريع، تقدر تحكي اي حاجه انت عايزها في الواقع او وحي خيالك، عامه بيبقى من طريق الراب. مم. بس انت اللي بتكتب لنفسك ولا حد اللي بيكتب لك؟ لا، عامه اي رابر لازم يكتب لنفسه، اي راب لازم هو اللي بيكتب لنفسه. مم. ما ينفعش حد يكتب لي. لكن ممكن لو حد يكتب لك، لو لك هو جروب او هو حد ممكن، بس اصدقاء انا لما اكتب الكلام بكون انا اللي حاسه اكتر. مم. ده اللي عجبك فيه بقى، سهوله فكره ان انت تكتب لنفسك وتقول اللي انت عاوزه، واللحن بيبقى متماشي معاك وسهل مش صعب. بالظبط كده. مم. بس هو عامه انا من صغري كنت بكتب خواطر قبل ما اعرف راب، كنت بكتب خواطر، كنت بكتب رباعيات على اللي بيحصل عامه في اليوم. كنت يعني عامه فلما عرفت اتجاه الراب عرفته يمكن في ثانوي. مم. وانا في ثانوي ابتديت بقى حبيت الفكره جدا، عجبتني الفكره جدا. ابتديت انمي الموهبه دي معايا، يعني انا الموهبه مش من صغري، ابتديت انمي من عندي، ابتديت اتعلم، ابتديت اعرف ايه الراب، ايه الهارموني، ايه الاولد سكول، ابتديت اعرف الجو كله، ابتديت اتعلمه. فلقيت ان ده اتجاه مش سهل طبعا مم. ومش صعب، بس اللي يقدر ينمي نفسه. بدات بغنى عادي ولا بدايتك كانت لا، بغنى بدايتي الراب؟ كانت راب. مم. بدايتي دي كانت راب بدايه وغنى. اسهل ولا اصعب؟ لا، يعني هي بدايه المفروض الناس صعبه. العاديين بيبداوا يغنوا عادي وبعدين ينتقلوا لمرحله تانية اكثر تخصصا، ولا شايف انه لا لا عادي؟ لا، طبعا هو مش عادي، هو صعب لسبب معين. الراب اذا ما اعتمدتش على طريقه الفلو، اذا ما قدمتش طريقه كويسه مش هينفع. اقول لك ليه. في دايما ممكن 50 رابر يطلع يوميا، في واحد منهم هو اللي بيبقى مميز عن الناس كلها، بيبقى دايما هو ده اللي بيسمع مع الناس، بيعمل فيو على اليوتيوب. ليه؟ لانه قدم طريقه كويسه، قدم كلمات رائعه جدا جدا ما حدش سمعها قبل كده، قدم حاجه عن الواقع بتحصل بطريقه مختلفه، فده بيبقى مختلف عن طريق الراب. عندك نماذج شفت ان هم يعني واخدهم قدوه، سواء مصريين او عرب او اجانب؟ اكيد طبعا، يعني في ناس كتير انا بسمعهم قدوتي، يعني في بعيدا طبعا احمد مكي ده البرنس كلنا. في ناس كتير عندنا في اسيوط، عندنا بتبقى ناس مواهب جامده جدا جدا جدا، كلماتها رائعه. في الصعيد الصعيد بيغني. انا من الصعيد من اسيوط. بس بيبقى موهبه، بيقدموا شيء رائع، بس هو المشكله ان الامكانيات عندنا بتبقى ضعيفه. ان انا اغني بمايك هوم استوديو، انا عامه كل اغاني بتبقى هوم استوديو عندي في البيت. في ان انا اعتمد على نفسي على التسجيل، وان انا اجيب الميوزك، او انا ما بعرفش اعمل ميوزك، انا بجيبها من يوتيوب عامه او ساوند كلود. ان انا اعتمد على نفسي على كل ده شيء صعب، ده شيء مش سهل. ان انا اوصل اللي انا وصلت له دلوقتي، ده كان صعب جدا. المزيكا انت يعني صعب انك المزيكا انا بجيبها من تألفها. النت. ما انا بتكلم لو انت